السلام عليكم. والله أنا بس حبيت يعني من خلال قناتكم المباركة أقدم الشكر لدولة رئيس الوزراء، هذا القائد التنفيذي البطل العراقي الصميمي اللي ورا 9 سنوات من ولايته، وإنه بيطالبنا بولاية ثالثة لهذا الشعب. حشى الحضور، حشى اللي يسمع من النعاج، شعب من النعاج هذا يطالبنا نطلع نصوت له ولاية ثالثة. هسه ما ادري هاي الناس عندها عقول، عندها دين، عندها الله، وراها مرجعيه. يعني هاي الفقراء، هاي شرق القناه بها 9 مليون انسان، ثلث الشعب العراقي ساكن بعد القناه، شرق القناه، هذا واقعه. ويطالبنا بولايه ثالثه، ما يستحي يعني، لا عنده غيره ولا عنده شرف، ما يستحي يريد ولايه ثالثه وعادي يعني. ما ادري. طيب وضع اهلكم ببيوتكم شو بدي اسولف يعني؟ اخلي الكاميرا تحكي. اكو شعب بالكون كله يقبل يشفص بنقصه بهاي الطريقه؟ ماكو مستحيل اليوم. خلط اسباب على سكان الارض اليوم 7.5 مليار، مستحيل اكو بشر بالكون يقبل يعيش بهالطريقه. 900 مليار دولار العراق بايع خلال من سقوط المجرم صدام لليوم، 900 مليار و9 سنوات، من هاي ال10 سنوات يحكمها دوله رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه، اللي مطفي كل شيء ما يدري، شخص نايم نوميه بغيرها بالتاريخ، شخص مريض نفسيا، يطلع لي مطلع لي عبعوب وما ادري شنو. شنو الحل؟ الحل والله العظيم الناس كلها تقول ما اطلع انتخب، انا من الصبح ان شاء الله اول واحد اروح انتخب حتى غير هذا الفاسد، هذه مالته النخب الفاسده. والله العظيم كل انسان ما يروح ينتخب هو ظالم، اول واحد اروح انتخب بس حتى غير هاي العفنين دول البعثيين. طيب الان شو تناشد الجهات المسؤوله، الجهات الخدميه؟ والله اللي عنده شرف قطر الشرف يستقيل، بس قطر الشرف. اذا ما عنده بعد هذا منتهي منه، خل ما عنده شرف شو طالب؟ اللي عنده قطر الشرف يستقيل، بس هسه يستقيل اقل حق، المفروض هذا يحاكم. طبعا مسؤوليه على الناس، يعني هذا الانسان اللي يخلي شعبه يعيش بهالمستوى هذا ويقبل يصير رئيس وزراء على هاي البلد، يعني الله يطيح حظه. بس اقول له الله يطيح حظك دوله رئيس الوزراء، الله يعينكم، والله يطيح حظ الشعب اللي انتخبك، والله يساعد المرجعيه على هيك شكولات قدره تمثل مذهب اهل البيت، هذا المذهب الطاهر، مذهب ابو المسكين. شكرا جزيلا.